السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب نكون كلنا بخير وصحة وعافية وهنا وكل حاجة حلوة. اديتها بقى جل وبتاع. الدنيا حلوة ان شاء الله. ايه رأيكم؟ حلوة. طيب. آه اجمل شيء في الانسان، يعني ان هو يبدأ يومه بتفاؤل. يعني عارف انت ايه لما تصحى من الصبح؟ يعني تصحى من الصبح، تصحى الصبح كده متفائل. يعني تصحى تقول ايه؟ ان شاء الله خير. يعني الدنيا يبقى عندك حاجات وحشة كتير في دماغك، بس انت بتقول لنفسك لا، هي الدنيا خير ان شاء الله. فأول أمنياتي بالخير إن شاء الله لإخواتي في غزة. ربنا يا رب يعينهم ويمكن لهم النصر القريب. أنا النصر مش متشائم منه نهائي، يعني النصر جاي، بس إمتى؟ فأنا بقول بس ربنا سبحانه وتعالى يعجل بهذا النصر، ويجعل له أسبابه. ليه؟ لأن النصر يا إخوانا صحيح اللي قدامك بقى قوي جدا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يبتليه بغبائه. مثلا زي امبارح ما اتكلمنا عن فرعون اللي شاف البحر بيتقسم نصين ودخل برضه. فقد يبتلي المليك العظيم الذي على العرش هذا النتن بغباء، فيصيبه يعني بغباء. طيب، استاذ علاء فرج، صباح الفل. جاي لحضرتك. آم، اداره الزمالك دلوقتي شغاله، او مش اداره الزمالك الحقيقه، لجنه التخطيط اللي بره اداره الزمالك مشلوله تماما. يعني كل التسع عشر تماثيل اللي عندنا في نادي الزمالك هم محطوطين دلوقتي مستنيين الفرج. لا قادرين يقولوا لا لاداره التخطيط في اللي هي بتعمله، ولا قادرين يقولوا لا لجون ادوارد اللي جاي بفكر ثوري. فكر بيسموه يعني يعني في اوروبا اسمه راديكال. ان انت بص، عايز تنجح لازم تغير كل حاجه. عايز شوف انت غلطان في ايه وغيره، ما تبصش لمحاذير. فجون ادوارد الحقيقه جاي بالمنتاليتي ده. يعني عشان كده ميدو، خد بالك، ميدو عنده تجارب في اوروبا، مش بس تجارب كلاعب كوره. هو شاف نظم الانديه وكيف تدار الانديه، مين بيحكم في الانديه، وازاي الانديه في اوروبا بتدار. صحيح بيبقى في رئيس نادي في الغالب، طبعا انتوا عارفين رئيس النادي في اوروبا هو الراجل اللي معاه الفلوس، الانديه خاصه. لكن هذا الرجل يفيد ويستفيد من الخبرات اللي موجوده في النادي. يعني هيجيب مثلا مدير للنادي، فمثلا يعني جون ادوارد هو اللي هيدير اداره اللاعبين كلها، هيشتري ويبيع، يحدد المرتبات، ينفع يا ابني كذا، لا ما ينفعش، طب جالي عرض لحسام اشرف، طب اسيب حسام اشرف ولا لا؟ ليه؟ لان الموضوع ده ما فيهوش عواطف، يعني فاهم؟ اللي احنا كجماهير يقول لك لا نصبر على حسام اشرف، ونصبر عليه قد ايه؟ عنده 24 سنه. في فيديوهات قديمه ليا، وانا طبعا يعني مش قصد، انا لما بنتقد طبعا الكلمه دي هتيجي الاستاذ علاء فرج بعد كده. يعني النقد والانتقاد ده شيء بشري يعني. فلما كنت بشوف حسام اشرف في الملعب انا قلت مره عليه لا ده مستوى كره نسائيه. يعني مش مش المهاجم مشهور بالقوي. اصل هو المهاجم بيتحط وسط مدافعين، والمدافعين يعني بتبقى انت فاهم يعني علم. يعني لعبت انا مناخيري مكسوره، كل يعني انا اي حاجه بتيجي ناحيتي بعمل كده دلوقتي بسبب ماتش كوره يعني. فالمدافع ليه منتاليتي معين، ما ينفعش معاه واحد زي حسام اشرف، هيتعب قوي قوي قوي. مش هو المهاجم، هو واد كويس في كل حاجه بس مش مستوى نادي الزمالك. فالاداره الكبرى في نادي الزمالك النهارده بتنظر بمنتهى الامانه لجون ادوارد، ان هو لو نجح يا احنا كنا بعيد قوي. يعني شوف صفقات الزمالك كلها تقريبا، صفقات الزمالك كلها تقريبا كانت فاشله. يعني اذا استثنينا محمد شحاته وبنتايج، حتى بنتايج كان المفروض يشتروش. يعني انت اقتنعت ببيلا لاعب؟ لا، ده انت خدته اعاره، دفعت فلوس وبعدين دفعته بمليون دولار. يعني انت لو كنت قررت من الاول تديهم 600 700 الف دولار الراجل ده كان هيبقى معاك بالمبلغ ده. بس طبعا يعني بنتايج ومحمد شحاته لا، ما نقدرش نفتح فيهم بقنا زي ما بيقولوا يعني. في ايه تاني؟ الناس راحت اشترت كوستا ده، الولد السنغالي، والولد ناس ما لعبتش كوره. عمر فرج، الولد الفلسطيني التاني اللي كان مدافع، تخيل احنا ما شفناهوش. يعني تخيل انت راحوا جابوا ناس احنا ما شفناهمش، مشوا يعني جم ومشوا وما شفناهمش. وده برضو تعقيبا على اخواتنا الاهلاويه اللي بيقول لك اصل انت المفروض تنتقد اداره الزمالك واحنا ما عندناش اداره. احنا لغايه 3 4 ايام فاتت ما عندناش اداره في مجلس اداره الزمالك، مفيش. ناس بتتقمص، ناس بتزعل، ناس بتروح البيت خلاص انا زعلان، ناس الكاس. يعني انت متخيل رئيس نادي في نهائي بطوله ما بيروحش الاستاد ليه؟ مقموص مثلا يعني.
موضوع نادي الزمالك يا اخوانا احنا هنتكلم فيه كتير، يعني اخواتنا الاهلاويه ما يقلقوش يعني. طيب، جالي طبعا تعليق من اخ عزيز، لانه اولا في سني، اكبر مني سيكا، اكبر مني، مش عايز اتكلم، مش عايز اقول كام سنه يعني. الاستاذ علاء فرج اللي الحقيقه بيرد عليا في تقريبا صفحتين يعني في المقياس العادي. وانا بس يا استاذ علاء ضعيف شويه في موضوع الكتابه، مش ان انا ما اعرفش اكتب، انا ما عنديش طاقه. يعني ممكن الملكه بتاعتي ان انا ارغي رغايه، انا ما بعرفش اكتب. يعني انا زمان مثلا كنت بحب قوي تاليف القصص، انا اللي وقفني في تاليف القصص، مع اني والله عندي فانتزي كويس يعني، اللي موقفني في تاليف القصص ان انا اكتب، فاهم؟ يعني كنت اتمنى كده يخترعوا مثلا آلة، لا موجوده دلوقتي على فكره، انت تتكلم وهي تكتب وتنسق وبتاع ومش عارف ايه. فحته الكتابه بالنسبه لي كانت صعبه شويتين يعني، صعبه حبتين يعني، حبتين ثلاثه يعني. لكن انا هحاول اتذكر طبعا الرد الجميل اللي فيه واقعيه على فكره. يعني انا دايما اقول ايه، اي مشجع فريق كوره بيدافع عن فرقته هو فيها واقعيه. هو بس قد يفتقد الايه، لان انت لما بيجي لك انتماء، يعني مثلا زملكاوي، انا مش عايز اشوف الزمالك وحش وهو وحش. يعني انا مثلا مجلس اداره الزمالك لو حضرتك بتكلمني، لا هو مش موجود اصلا يعني، فاهمني؟ طيب، حضرتك بتقول انه يجب اللي ينتقد الاهلي مثلا نزق الهلال راحت لعبت في البتاع، وما ما ينفعش فريق زي حالاتكم يعني، بالعربي البسيط كده ينتقد الاهلي. لا لا، الكوره يا فندم للجميع. لا, لا يعني بص حضرتك لما مثلا تلاقي واحد اهلاوي كاتب استلم بوش وعايز يقول ايه، ما هو بينتقد يعني، جاتكوا خيبه يعني، انتوا اتغلبتوا من استلم بوش مثلا. فالكوره للجميع، الكوره اصلا اول حاجات فيها واجمل حاجات فيها والمتعارف عليها التحفيل. يعني هو التحفيل ده عباره عن ايه؟ ما انت حضرتك بتنتقدني وبنتقدك في حته ان انا انتقد الاهلي، لا ما تنتقدش الاهلي، لا يا فندم ما فيش الكلام ده. النقد موجود في كل مجالات العالم. اليوفنتوس بينتقد تورينو، انتر ميلانو بينتقد انترناسيونال، فيورنتينا بتنتقد بولونيا، بحكم القرب والبارما وي وي وي. آه، عندك تحت ساليرنو، ماتش ساليرنو وكازيرتا، ماتش ساليرنو ونابولي، ماتشات بتبقى مميته لان فيها جمهور متقارب، فالناس بتنتقد بعض. حته النقد يعني انت بتنتقد تاني. يا استاذ ايهاب، فريق الهلال لا نستطيع مجاراته ماديا، تاكيد يا فندم. مين يا فندم اتكلم ان الاهلي يستطيع ان يجاري الهلال السعودي بما لديه آه، من حجم انفاق غير عادي؟ والهلال السعودي زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان الهلال السعودي هو فريق اوروبي دلوقتي، صحيح يا فندم؟ صحيح. وانت كمان في سعيك ان انت بتشتري من الفرق. مشكلتنا معاك ايه يا استاذ علاء؟ مش بص يا فندم، محدش انتقد الاهلي، هو اللي راح وسعها على نفسه، بابا الشغلانه. ليه ما ناخدش بطوله العالم؟ هو يا فندم اللي وسع الموضوع على نفسه، لم يعني هو افتقد للواقعيه. يعني عشان تبقى الامور سهله، النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي افتقد للواقعيه. بس يعني انت انتقدت نفسك. شفت في صفحه اهلاويه الانجاز التاريخي الاكبر. ايه ده انجاز ايه حضرتك يعني؟ معلش انا ما بستعملش كلمه حصاله، بس يعني حضرتك رابع المجموعه يعني، معلش يعني رابع المجموعه. فالانجاز التاريخي الاكبر، اصل النادي الاهلي هو اول نادي افريقي يسجل 4 تجوان في فريق اوروبي. لا معلومه غلط، والزمالك كسب باستهام سنه كام انا مش فاكر والله، ما كنتش عاقل تقريبا، انا كنت لسه 6 سنين يعني. الزمالك كسب باستهام بطل اوروبا 5 مثلا يعني، يعني اللي عايز يفتكر يعني. ومع ذلك حضرتك بتقول في كاس العالم للانديه. طيب ما الهلال يا فندم جاب 4 تجوان في مانشستر سيتي، في المان سيتي. لا انت برضو هتقارن، لا ما بنعتبرش ان فريق الهلال فريق عربي. ايه يا عم، ازاي يعني ما بتعتبرش انه عربي يعني؟ مش فاهم يعني. طيب هقول لحضرتك حاجه، هو المان سيتي فريق ايه؟ يوفنتوس فريق ايه؟ ما انا بقول لحضرتك ان انت يعني مثلا حضرتك بتقول ده انتوا طلبتوا لاعب سادس يجي كاجنبي سادس. طب انا اقول لحضرتك حاجه بس عشان ايه ننهي الموضوع. النادي الاهلي نديله كمان 3 لعيبه، يعني بدل 5 نديله 8. حضرتك هتستفيد ايه واحنا هنخسر ايه؟
هي بتتعمل كده يا استاذ علاء، يعني هي الموضوع ماشي كده. انا هجيب لك 3 لاعبين، فهتروح حضرتك تشتري اللعيبه اللي هي ب 2 مليون دولار، 3 مليون دولار، 4 مليون دولار، لا هيبدا يرفع شويه، عنده غله ما اعرفش جايه منين، بس عنده غله، عنده غله. ما تقوليش مصادر قلنا قبل كده ان النادي الاهلي لو انا حسبت له 40 مليون دولار دخل، ما حصلش يا فندم والله، والله لو تعدهم شمال ويمين وتجيبهم من فوق وتحت دخل. فالدخل ده يعني 2 مليار جنيه لا يكفي لما يحدث الان في الاهلي، ومع ذلك انا بقول لك هندي للاهلي مكان 5 لعيبه 8، هيتغير ايه؟ هيتغير ايه؟ ما هو حضرتك قول لي يعني حضرتك ليه؟ لان انت لو اتغير معاك حاجه ايجابيه اقول لك والله عنده حق الراجل، عنده حق. ليه؟ لان اي لجنه رياضه في اي دوله في العالم هي تراعي كل الفرق الموجوده. يعني لو حضرتك مركز معايا في موضوع مهم، طبعا حضرتك على راسي مركز يعني معايا في الحوار، حرس الحدود ليه حق زي الاهلي. فالنادي الاهلي هو في الفعل مسيطر على منظومه الكره في مصر، ده سيطره كامله. لو حضرتك انكرت انت حر طبعا، دي بس دي مش عواطف. يعني انا بقول لحضرتك راح جاب الانديه في غياب الزمالك وبيراميدز، جدد للرابطه بنفسه. تاني حاجه رئيس الرابطه بمستوى ذكاء يعني طلع في الاعلام وقال ان النادي الاهلي صمم انه الاسماعيلي ما ينزلش. هو حضرتك انا بحب الاسماعيلي جدا، بس لو حضرتك دلوقتي بتشجع بلديه المحل وتسمع حاجه زي كده هتحس بايه؟ يا فندم الانظمه الكرويه المنظمه للكره في مصر انظمه قديمه، حاجات يا فندم قديمه، حاجات لو الفيفا يسمع عنها يقفل لك النشاط اصلا. فحته ان احنا بننتقد حته ان الاهلي الاهلي كبير بابا الشغلانه غصب عن الحاقدين، مفيش يا فندم حاقدين والله، مفيش حاقدين، احنا بنضحك يا فندم، ده ضحك. كلمه حقد هي كلمه كبيره آه، مش مكانها، يعني فاهم، بنحفل على بعض بنهزر. الاهلي كبير افريقيا، لا الاهلي راح بطوله كاس العالم للانديه وكبير افريقيا. كبير افريقيا بيقاس النهارده، ولا حضرتك بتتكلم عن التاريخ؟ يعني عما سبق ان الاهلي مثلا اخر 5 بطولات كسبان 4 على راسي، بس الاهلي كبير افريقيا بتقاس النهارده، فاهمني؟ لو حضرتك بتقول الاهلي نادي القرن انا هتغاضى هسكت. حضرتك بتقول كبير افريقيا، الاهلي ما راحش كاس العالم وهو كبير افريقيا. كبير افريقيا، كبير افريقيا هو نادي بيراميدز. اتنين، انا هفكر حضرتك بس، اصل في ناس من الاهلاويه كتير يقول لك ايه، انتوا خدتوا البطوله افريقيا للابطال دي لان الاهلي كان بينسحب من البطوله، وكان الاهلي بينسحب من البطوله يعني احنا كمان لازم ننسحب من البطوله، او كانك انت لما تنسحب الزمالك اوتوماتيك بيكسب. ده طبعا خطا، ده خطا. والنادي الاهلي انا بفكر حضرتك برضو مره من الخمس مرات الاخيره دي كان ثالث دوري، ثالث دوري، ولكن الانظمه عندنا بما انها انظمه متكلفه فالدوري بتاعنا بيتاخر، فالدوري بتاعنا ما بيخلص، فبنضطر نبعت نتائج الدور الاول. فالنادي الاهلي تاهل لبطوله افريقيا وانتهى بيه المطاف في الدوري الى انه كان الثالث، يعني بطل ابطال افريقيا ثالث الدوري في مصر. تخيل حضرتك الوضع. مره جميله من مرات ان النادي الاهلي كسب فيها، طبعا الاهلي ملوش ذنب، بس انا هفكر حضرتك يعني ان في لعيب احول ادوا ضربه جزاء قدام سان داونز اللي هو اصلا متاهل وعايز الاهلي يتم اقصائه، وفي الدقيقه 91 لو كان اخونا بتاع النادي الهلالي السوداني ده جاب ضربه جزاء كان الاهلي اقصي اصلا من الادوار الاولى اصلا. هي عمليه توفيق، ربنا سبحانه وتعالى وفقكم فيها، فادعوا الله يعني ايه ان يديم عليكم الامر. اخ اسمه القيصر بيقول لي انه فرحان يعني ان اخيرا لان الاراجوز اختفى فاحنا طلعنا بالقناه بتاعتنا، وهو فرحان جدا ان في دلوقتي الاراجوز. انت جاي من زمان قوي يا استاذ قيصر، يعني اصل الاراجوز ده من ايام ايه؟ ايام ايام ايه انا مش فاكر، يعني ده قبل السينما، يعني حضرتك قبل انت حضرتك يعني طبعا ربنا يديك الصحه يعني والعافيه، انت اكيد 85 90 سنه يعني الاراجوز، ومع ذلك بيقول لك ابعت لي بليله مع اي بواب عندك. شوف حته البوابين دي تحديدا مش لانها بتزعلني، البليله جميله، انا قلت لك البليله جميله، يعني انا لو تقول لي انت بليله اقول لك والله وانت كمان عسل، يعني مش اي مشكله.
لكن حته البوابين دي، اولا كل احترامي لكل بوابين مصر، ناس محترمه، ناس فلوسها حلال، ناس ما بتاخدش ساعات، ناس طيبين، حتى لو زملكاويه يشرفوني والله ان احنا نبقى عندنا 100,000 بواب زملكاوي، اقسم بالله ولا اي حاجه، على راسنا من فوق. لكن بس هنهي الفيديو يا قيصر، هقول لحضرتك حاجه، ان في دوله الظروف فيها اتغيرت كل شيء. شوف حضرتك بتقول مين يا باشا، يعني النهارده مثلا حضرتك لما بتخرج من بيتك تقول لمين يا باشا. فالبشوات زمان كانوا أصحاب النادي الملكي، أصحاب الملكي، نادي الملك فاروق، نادي المختلط، نادي الأجانب، نادي أنت عارف كويس تاريخه يعني. فحتة البوابين لا، أنا لا أزدري البوابين على دماغنا من فوق، بس الزمالك مش فريق البوابين، واتكلمنا قبل كده، أنا ليا فيديو اسمه الزمالك مش فريق البوابين، إن شاء الله نعيده يعني نطوره شوية. لأنه الزمالك تاريخيا، تاريخيا هو نادي الصفوة، نادي الملكي، يعني من اسمه ريال مدريد الملكي اسمه كده حضرتك. فالزمالك لما انا اقول لحضرتك حتى غصب عنك، يعني انت مثلا ايه مش عاجباك، يعني انت حضرتك مش عاجباك، لو عيل صغير وقفك في الشارع بيقول لك انت بتشجع الملكي، هتقول له ايه؟ تقول له انا بشجع الاهلي. لان انت عارف يعني هو بيقول لك ايه، حضرتك عارف، هي صعبه عليك بس حضرتك عارف. فالملكي يظل ملكي، ظروفه تتعب ويتعب وبتاع ومش عارف ايه. وبعدين انا عايز افكركم بحاجه حتى استاذ علاء، يعني انت بتقول لي الاهلي فوق السحاب، حضرتك الاهلي بقاله سنتين يعني اخره التعادل مع الزمالك يعني حالته صعبه، حالته صعبه، ولولا ان في الرابطه واستاذ احمد اسمه ايه، احمد دياب، واللجنه الاولمبيه اللي بتقول لك انتوا بتعملوا ايه، واتحاد الكوره اللي بيقول أنا ماليش دعوه، ومحكمه رياضيه نغلق لها ورق، فيعني الموضوع مش سهل قوي زي ما انتم يعني واخدينه. اخواتنا الاهلاويه اللي موجودين عندي في القناه طبعا اهلا اهلا بيكم، اهلا وسهلا. حتى الراجل بيقول لك فرحان ان في الاراجوز حلو. انا الاراجوز هو جزء من الثقافه المصريه، لا الاوروبيه القديمه كمان، لان انا فتحت كده باب للاراجوز، ده قصه قديمه، قصه قويه جدا يعني. بس يا ريت حضرتك تقول لنا عندك كام سنه، لانه كمان انا عندي محاذير، يعني انا لو اعرف، يعني مثلا استاذ علاء فرج انا عارف سنه، ف وكتبت له مره تعليق انه انا اكتر واحد بخاف يزعل مني في تعليق، يعني انا اكتر واحد بخاف ان الاستاذ علاء فرج يزعل مني، لاني اقدر الاكبر مني سنا، يعني انا الاكبر مني سنا ده في مرتبه يعني بتبقى زي ما اتعودنا كلنا. استاذ علاء نفسه عارف احنا جايين من جيل فيه عيب، وبلاش كده وخليك محترم وبتاع. طيب اللي وصل لهنا بقى معلش، اللايك بقى، يعني يا ريت تدونا لايك، انا نسيت اطلب اللايك، مش عارفه اجيبها في الدقيقه الاولى ازاي، يعني انا دايما انسى اللايك على فكره، بس انتوا بقى انتوا وضميركم يعني. صباح الفل.